ازاي تخسر دهون وتزيد عضلات في نفس الوقت؟ في كتير من الناس بتسأل هو ينفع اخسر دهون وازيد عضلات في نفس الوقت؟ ودايما بنسمع مدربين كبار بيقولوا لا مستحيل، انت لازم تعمل يا اما بالكينج يا اما كاتنج. بس الحقيقة مختلفة جدا لو انت لسه مبتدئ في الجيم، لو انت لسه جديد في عالم الجيم ولسه ما واجهتش مرحلة البلاتو، ودي المرحلة اللي بتحصل للناس اللي بقالها فترة طويلة في التمرين، فانت كده فرصتك بتكون اعلى بكتير جدا انك تعمل بادي ريكومبوزيشن. وده ببساطة هو قدرة جسمك على انه يبني عضلات ويحرق دهون في نفس الوقت. جسمك في المرحلة دي بكل بساطة انت اللي بتشكله، بيستجيب للتغذية الصح والتمرين الفعال بشكل سريع جدا. علشان كده بنشوف المبتدئين لما يبتدوا مع مدرب فاهم بيعملوا تحول خرافي في جسمهم في وقت قصير جدا. السر هنا يا صديقي انك تركز على التغذية وسعراتك تكون محسوبة مظبوط، وانك تتمرن التمارين اللي تنفعك مش اي تمارين وخلاص. واخيرا يا صديقي ما تنساش ان الرحلة دي بتبتدي من قرارك انت، ومن حبك لجسمك، ومن ايمانك انك تقدر تعمل ده.